ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. أدعو المتسابق الأول المرشح عبد المؤمن بغداد من ولاية أم البواقي. اقرأ الآية 8 من سورة الرعد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. حسبك. شكرا، بارك الله فيك. تفضل الشيخ نوردين. استمع إلى بعض الملاحظات عبد المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. المتسابق عبد المؤمن بغداد من أم البواقي، حاولت بجهد أن تكون متقنا، لكن للأسف ما تركت شيئا في الإتقان إلا ونلت منه. من بين الملاحظات
عليك دائما ألا تضغط على الحروف، أن تخرجها سلسة من مخارجها بصفاتها المعروفة. التقليل أيضا هو بين الفتح والإمالة، ولا ينبغي أن ينحاز لأحدهما. عدم التكرير في الراء فهي الصفة الوحيدة التي نتعلمها ولا ينبغي الإتيان به. الإقلاب لا يتحقق إلا بثلاثة أعمال. العمل الأول أن تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما. ثانيا أن تخفي هذه الميم عند الباء. ثالثا أن تظهر غنة الميم عند هذا الإخفاء. كذلك عدم توهين الحركات، لأن توهين الحركات يؤدي إلى ضعف الحروف. نسأل الله لك التوفيق، وشكرا على هذه القراءة. شكرا